هقول لك على الحاجات اللي محدش هيقولها لك ابدا عن شركات الاستضافه. اوعى تختار شركه استضافه وخلاص وانت بتعمل موقعك الالكتروني، اختيارك ده ممكن ينجح او يبوظ موقعك كله. بس ازاي تختار صح؟ تعال اقول لك على اسرع مقارنه ممكنه، ركز معايا يا بطل. لو هنختار شركه استضافه في 4 حاجات مهمه لازم نبص عليهم: 1 السرعه، 2 الدعم الفني، 3 سهوله الاستخدام، 4 السعر مقابل الخدمه. تعال نعدي بسرعه على اشهر الشركات. جودادي مميز في الانتشار والدومينات، بس الدعم الفني بطيء شويه ولوحه التحكم معقده للمبتدئين. هوستنجر سرعته كويسه وسعره منافس، بس محدش يضحك عليك، اغلب المميزات الاساسيه بفلوس اضافيه. بلو هوست متوافق جدا مع وورد بريس وسهل الاستخدام لكنه بطيء شويه خصوصا للمواقع الكبيره، والدعم احيانا مش متجاوب. التا هوست هنا بقى المفاجاه، سرعه عاليه بسبب سيرفرات NVMe اللي بتعتمد على تقنيه اللايت سبيد، دومين مجاني لو انت هتاخد الاستضافه من عنده، حمايه قويه، نقل مجاني من اي شركه تانية، دعم فني بيرد فورا، واهم حاجه اسعار ممتازه بالنسبه للمميزات اللي انت بتاخدها. انا شخصيا اخترت التا هوست الموقعي، وعشان انا شريك معاهم اقدر اديك كود خصم يوصل ل 15% لو حجزت من خلالي. سيب لي كلمه خصم في الكومنتات او ابعت لي وهبعت لك العرض كامل ومعاه اللينك. وما تنساش الموقع الالكتروني مش رفاهيه، ده استثمار فيك انت.